اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح اسوي لكم طريقة عمل شيش برك. المواد اللي راح احتاج طبعا بالحشوة، هنا عندي نص كيلو لحم مفروم مال غنم، هنا عندي 2 بصل انا مقطعته كلش ناعم، هنا راح احتاج اللحم بهارات لحم وفلفل اسود واكيد ما ننسى الملح. العجينة راح احتاجها 3 قلاصات طحين صفر، خاشوقة اكل ملح، 3 خواشيق اكل زيت. راح استخدم هاي الكاسة عندي هنا العجن. هنا عندي راح احتاج طبعا انا راح اسوي باللبن، عندي هنا لبن 5 خواشيق تقريبا، وهنا 3 خواشيق اكل نشا. اول شي راح اضيف الطحين، وراح اضيف عليه الملح، وراح اضيف عليه الزيت. راح اعجنها كلش زين. طبعا راح اسويها عجينه لا اريدها كلش قويه ولا اريدها كلش يعني عجينه بحيث من افرشها عندي تنفرش وسط تقريبا يعني. هاي بعد ما عجنتها بقى شلون صارت عندي الطريقه هاي لينه. هسه راح اتركها 10 دقائق ترتاح. بينما ترتاح طبعا انا راح احضر الحشوه مالتها. راح اخلي اول شي اللحم على النار، راح اخلي عليه شويه مي واتركه طبعا لحد ما ينسلق عندي. هاي بعد ما انسلق عندي بقى شلون اللحم. طبعا ما اخلي له زيت على مود تخلوها بالحشوه ما تنفتح عندكم. راح اخلي عليه فلفل اسود وبهارات مال اللحم تقريبا نص خاشوقه بنص خاشوقه. صراحه حمسه كل زين اضيف عليه البصل. هسه احمس لحد ما يذبل البصل عندي. مثل الملح، ثاني حضرت هذا المفرش مال السيليكون، طبعا راح اشتغل عليه، راح ارش رشه من الطحين، وراح اقطع العجينه وما طبعا اسويها قسمين. هذا اول قسم من عندها، وراح افردها بالمشبك. يعني لازم اسوي ثخن مالتها متوسط، لا كلش خفيفه ولا كلش ثخينه. عندي هنا راح اجيب اي شيء عندكم، استكان قلاص اي شيء اذا عندكم قطاعه بكيفكم، اسوي على شكل دوائر يعني بكل سهوله تصير عندكم ما تشتعل القلب. الصراحه اسوي كل عجينه على هذا الشكل واعو، والبقيه مال العجينه طبعا يبقى عندي هم راح استخدمه مره ثانيه هم افرشه. سواء شلون عندي صارت كلها حجم واحد، راح الفها بهاي الطريقه كأنما جاي تلفين سمبوسه بالضبط، والاطراف مالتها هيك راح اسويها يطلع عندكم بهذا الشكل. هاي طبعا ورا ما خلصت كل الكميه سويت انا على شكل قسمين. هسه هنا عندي الخلاط، راح اضيف شويه مي، قلاص مال مي تقريبا، وراح اخلي عليه اللبن مالتي، وراح اضيف عليه هماتين النشا، وراح اضربه بالخلاط حتى ما يطلع عندي يعني اللبن مفصص او فشي. هسه راح اجيب عندي هنا قدر راح اخلي عليه اللبن بدون لا زيت وبدون اي شيء طبعا. راح اخليه على النار. ما دام انت بخليته على النار ابد لا تعوفيه، لانه مجرد اللبن تعوفيه على النار راح يفصل عندك ترى. يعني ما دام هو على النار انت تظلين تخبطين بيه. هسه انا راح اخلي طبعا خاشوقه مال اكل فلفل اسود، راح اخلي له نص خاشوقه مال اكل ملح، واظل يعني اخبط بيه لحد ما يفور عندي. اول ما يبدي يفور عندي راح اضيف عليه العجينه اللي انا سويتها، طبعا الحشوه والعجينه. قبلها طبعا راح اضيف عندي هنا كرفس حتى يذبل عندي. باقه مال الكرفس انا ثارمتها كلش ناعم، راح اضيفها على اللبن اللي خليته اني. هسه وراها راح اضيف العجينه. ضبيها يعني ما اعوفها قلت لك، لان بس مجرد تعوفيها راح يفصل عندك اللبن. يعني اخليها تقريبا ورا ما اضفت العجينه اني هسه راح اخليها تقريبا لمده 10 دقائق مو اكثر، يعني على السريع تستوي يعني ما تاخذ عندك وقت. راح ابقى اقلب بيها انا طبعا لحد ما اشوف العجينه يعني عندي بشكلها استوت. هسه هذا الشكل النهائي طبعا قدمتها بالباركس، طعمها كلش طيب. طبعا اتمنى تجربوها، طريقتها بكل سهله. وهذا شكلها النهائي، وعليكم بالعافيه.